أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1965. أنا خططت ورسمت كل حاجة. أكتر من أسبوعين وانت بتدرس كل حاجة على الطبيعة يا ويليام، وافتكر دور كل واحد منا مفهوم ومعروف دلوقتي يا مايكل. أيوة، ولازم ننفذ العملية في أقرب فرصة. انت حددت الميعاد يا ويليام؟ يوم السبت يا إدوارد. ايوه، بس في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها كلنا. حاجة ايه يا جاك؟ القتل لا. ومين قالك اننا هنقتل؟ المسدسات اللي معاكم. تفتكر لما ندخل عشان نستولي على أموال الشركة هنشيل معانا ايه يا جاك؟ القتل يا جماعة. كفاية يا جاك، كفاية. انت بطريقتك دي هتخلي الخوف يضيعنا ويشل كل تحركاتنا. انا احب اكون واضح من البداية. لو تعرضنا لأي خطر ايه اللي ممكن نعمله؟ مش ممكن نقف ونستنى لما يقبضوا علينا. عشان كده الخطة لازم تتغير، ولازم انت يا جاك تكون بعيد عن الشركة خالص. يعني ايه؟ سيبوني دلوقتي، انا هغير الخطة كلها، وبرضه هيكون التنفيذ في الميعاد. احنا ممكن نستغنى عن جاك في العملية كلها. لا، جاك فهم كل حاجة ومش بعيد بخوفه وجبنه يضيع كل شيء عملناه. وايه اللي فكرت فيه يا ويليام؟ جاك له دوره برضه معانا. دور ايه وهو خايف ومرعوب؟ انت عرفت الفندق اللي هنكون فيه بعد ما ناخد فلوس الشركة؟ ايوه، فندق في منطقة جبلية وبعيدة ومعزولة عن العمران. هتاخد جاك الليلة وتسبقنا على هناك. انا مش فاهم، وضح لي انت عايز ايه بالظبط. انا هفهمك كل حاجة، وانت عليك تفهم جاك وتقنعه. واللي لازم يعرفه جاك انه لو ما نفذش او حسيت انه بيعارض هيكون مصيره القتل. ايوه، هقتله مهما كانت الظروف. فهمت المطلوب منك كويس يا جاك. انا فهمت كل حاجة. عرفت دورك كويس. ايوه، بس المهم بعد ما تستولوا على المال. جاك، خليك في دورك انت وبس. عشان اطمن بس افهم ليه بعدتوني عن الشركة. ما تنساش ان الدور اللي هتقوم بيه مهم جدا بالنسبة لنا كلنا يا جاك. خلاص هكون في انتظاركم. الفندق وكل العاملين فيه في خدمتكم. لو سمحت يا مدام، محتاجين أوضة بسريرين. تحت أمركم. أخويا أصله مريض والدكتور نصحنا يقيم في مكان هادي بعيد عن الزحمة والضوضاء. ميزة الفندق الهدوء، واخوك هيرتاح هنا جدا. يعني مفيش حفلات ولا مشاكل هنا؟ أهم ميزة في الفندق هنا الهدوء، واحنا عادة ما بنحبش الحفلات والضوضاء. عظيم، مش قلتلك؟ صديق ليا كان جه هنا قبل كده وهو اللي دلنا على الفندق ده. واحنا في خدمتكم وتحت أمركم، وانا بنفسي هشرف على راحتكم. عملت ايه؟ سبت جاك في الفندق بعد ما